عمل اوفرلاب كويس قوي من هارد، وتاخر حسني عبد ربه ووائل جمعه واحمد حجازي في التغطيه والتمركز داخل الجول. برضه داني اهو، داني البش، انما اللي شاطها والجول الثاني اللي شاطها على طول قويه جدا، وجوناس يجيب الهدف الثاني. يا اللي شاطها برونو سيزر ارتدت من الشناوي ويجيب الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي. طبعا بوب برادلي متضايق من التغطيه الدفاعيه فقيره جدا في هذه اللقطه لمنتخب مصر. ادي شوف الشوطه اهي، حطها بضربه راس كده اهي، جامده بضربه راس انما مسافه قصيره، تقع من الشناوي. فرناندينيو تقع من الشناوي ويكملها جوناس، انما التسديده من اول او الكره العرضيه الاول من سيزر عملها كويسه جدا. وادي فرحه الهدف. اهلا بكم من جديد اعزائنا المشاهدين والمتابعين مشاهدو ميلودي سبورتس. بعد انتهاء مباراه مصر والبرازيل واللقاء السادس في تاريخ لقاءات الفريقين وفوز منتخب السامبا بهدفين كما اسلفنا للاعب جوناس لاعب فريق فالنسيا، واللي احرزهم على مدار شوطين، الدقيقه 39 الشوط الاول والدقيقه 15 من احداث الشوط الثاني. استمتعنا باحداث هذه المباراه، واكيد هنستمتع مع ضيوفنا الكبار من خلال هذا التحليل الفني واللي اكيد كل حضراتكم بتنتظروه على شاشه ميلودي سبورتس. كابتن خطيب، ابدا مع حضرتك المره دي. بعد انتهاء هذه المباراه، هل بالفعل استفاد منتخبنا القومي من هذه التجربه ام ان وجه الاستفاده الوحيد هو معادله الصقر المصري لعدد المباريات الدوليه لاكثر لاعب يلعب مباريات على مستوى العالم؟ والله انا شايف ان المباراه ما فيهاش يعني اوجه الاستفاده اللي كنا احنا ممكن نتمناها، ولكن ممكن نضيف لان احمد حسن وصل لعدد المباريات الدوليه اللي تخليه عميد عالم مع الدعايه. ان شاء الله احمد عنده وقت من الدعايه بطل، فعنده وقت ان هو يعدي. برضه من الاستفاده اللي ممكن استفاده الشناوي، رغم ان هو صغير في السن وبيلعب مع فريق برازيل مش اي فرقه، لكن تحس انه واقف والولاد الحقيقه كان له يعني ده برضو من الحاجات اللي انا شايف ان احنا استفدنا منها. اتمنى ان احنا نكون استفدنا فكريا بمعنى ان احنا نشوف فريق البرازيل ازاي بينتشر، ازاي بيضغط، ازاي بينكمش وكوره مش معاه، ازاي بيروح ضاغط لو كوره معاه، ازاي بيعمل هجمه مرتده سريعه جدا، ازاي في كل حته في الملعب بيضغطوا على الخصم وبيضغطوا كمجموعه. احنا يمكن كابتن حسن وانا في البدايه كنا بنتكلم ان احنا من مميزات لعيبه البرازيل ان هم فرقه جماعيه، مهاريين عاليين طبعا، تحت الضغط يعرفوا يتصرفوا، لكن كمان جماعيا بيتحركوا كتله واحده دفاعا وهجوما. ده اللي احنا شفناه النهارده من الولاد الحقيقه، عملوا جيم كويس البرازيل الحقيقه يعني. كابتن حسن شحاته، انتقل لحضرتك من خلال الحديث عن هذه المباراه. وشاهدنا تشكيله منتخبنا القومي وشفنا المحمدي بيلعب ناحيه الشمال قدام محمد ناصف، كان في تحفظ على البدء بالمحمدي ناحيه الشمال وشيكابالا ناحيه اليمين، ويمكن منتخب البرازيل استغل الناحيه دي، وشفنا الهدف الاول وشفنا ايضا الموقف الدفاعي في الهدف الثاني، وهنحلل طبعا كل المواقف دي بالايباد وبالتقنيات الحديثه. ولكن وجهه نظر الكابتن حسن شحاته في ال11 لاعب اللي بدأوا المباراة أمام البرازيل. لا هو برضو يعني بص، ما انا عاوز برضو عشان ما تبقاش وجهة نظري مجروحة او تحليلي للتشكيل النهارده او طريقة اللعب اللي كنا بنلعب بيها. يعني النهارده برضو كلنا كنا قاعدين وكلنا جنب بعض وبنتفرج من هنا ومستغربين ازاي هو كان بيلعب بالمحمدي جنب نصر. ما عندي وانا واحد من الناس قلت واتفقت مع الكابتن خطيب ان انا عندي النهارده اثنين في نص الملعب بيلعبوا، ان هو حسام غالي وحسني عبد ربه. وحسني عبد ربه من الناس اللي بلاي ميكرز، وفي نفس الوقت بيروح عشان رجله كويسه على الجون بيصوب، وبعدين هيبقى عندك بس هيبقى واحد بس حسام غالي. فانا كنت بقول ان انا ممكن احمد فتحي يلعب في نص الملعب زي ما هم عملوا. هم عندهم اثنين ديفنس بالظبط، اللعيبه كلها تطلع واللعيبه كلها تهاجم، لكن الاثنين اللي في نص الملعب ثابتين. عارف ازاي فهو كان يبقى كده، يبقى عندي حسام غالي وعندي احمد فتحي في نص الملعب، والمحمدي يلعب
باك رايت، عاوز هو يوقف داني ألفش، يبقى ما يودي شيكابالا ناحيه الشمال، يبقى هو ناصف محمد ناصف على ما يخلوش داني ألفش، على اساس لو هو تقدم داني ألفش يبقى شيكابالا ياخد المكان ده وياخد الكره من ظهره ويقدر يبقى في شغل. صحيح. لكن الحاجه مش عاوز اقول الميزه، الحاجه اللي احنا النهارده شفناها ودي ما حصلتش ابدا لمنتخب مصر، النهارده بيلعب بطريقه دفاعيه بحته. بلعب بطريقه بالرغم ان هي مباراه وديه ومباراه خيريه، هنقول مباراه خيريه وديه، لكن لازم انا ككوتش لازم اشوف لاعيبتي ممكن النهارده اقدر اطبق عليهم طريقه ايه، لكن هل انا هلعب قدام الفرق كلها بالشكل الدفاعي البحت؟ لا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا زي ما بنقول وقال الكابتن الخطيب واحنا متفقين الكلام ده، ويمكن احنا كنا برضو بنتكلم مع لاعبتنا في المنتخب او في نادي الزمالك ان الكره الجماعيه هي المتعه في لعب كره القدم. صحيح. الكره الجماعيه هي اللي هتخليك تقدر تلعب ماتش واثنين وثلاثه ورا بعض. ليه؟ لانك انت ما بتتعبش، الكره هي اللي بتتعب. يمكن احنا بنمثلها لهم كده، نقول له خلي الكره هي اللي تتعب، خلي الكره هي اللي تجري، لكن انت ما تجهدش نفسك. فالكره سهله انك تنقلها، لكن دي محتاجه ايه؟ محتاجه برضو، متفق مع الكابتن الخطيب، متفق ان انا محتاجه عندي لعيبه تنتشر في الملعب، لعيبه تتحرك من غير كوره. كابتن وليد، اللعيبه عندي تتحرك من غير كوره عشان يساعدوا الراجل اللي معاه الكوره، لان احنا دايما نقول ايه؟ اللعيب اللي معهوش كوره هو اللي يحرك الراجل اللي معاه الكوره. التحرك من غير هيتحرك في الملعب وهياخد منه في الملعب وهينتشر في الملعب. اللعيب اللي معاه الكوره هيبقى عنده اكتر من فرصه واكتر من باص ان هو يلا. اختياره واضح واختياره كتير. لكن انا النهارده زي ما قال كابتن خطيب، هتيجي تقول لي استفدت ايه من الماتش؟ ما استفدتش حاجه من الماتش. الجمهور اللي اتفرج ما استفادش حاجه من الماتش. ليه؟ لان انا ما اتفرجتش على متعه غير على لعيبه البرازيل وازاي بينتشروا وازاي بينقلوا كوره وباقل مجهود بيعملوه. لكن انا النهارده كمنتخب مصر انا تهيألي ما استفدتش. الراجل نفسه مستر برادلي ما استفادش من المباراه، لان هو ممكن كان فكره حاجه معينه في لعيبته، ان هو لما يلعبوا ناحيه دفاعيه بحته يمنع ان يجي منه جون، بس كان عاوز بقى يكملها ان هو لما بلعب دفاع واقطع الكوره يبقى عندي الحاله الهجوميه اكملها، يبقى انا بنتقل من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه بكره سريعه. بضم صوتي الحقيقه لصوت الكابتن حسن والكابتن خطيب. فعلا منتخبنا النهارده عمل جيم دفاعي بحت، لان احنا بعد حوالي 12 دقيقه من بدايه الشوط الاول لم نذهب الى مرمى الحارس دياجو ألفيش، واكتفينا بمشاهده فريق البرازيل وهو يتناقل الكره وسط الملعب في سهوله ويسر. كابتن خطيب، اروح لك في 4-4-2 او اتفضل قبل ما نروح في اتجاه تاني. احنا كنا بنتكلم ان احنا عملنا جيم دفاعي بحت. صح. كويس. طبعا هو يمكن ثقافه داخل الملعب ازاي احنا بنشتغل برضو بشكل مش جماعي قوي سواء هجوميا او دفاعيا، لكن التوازن الدفاعي والهجومي والاداء الجماعي اللي بتشتغل بيه فريق البرازيل اعتقد ده اللي يمكن الدرس اللي ممكن يكون واضح بيه. ولكن مع ذلك يا جماعه لو رجعنا لسير المباراه 90 دقيقه بتاعت المباراه هنلاقي ان أليكس ساندرو اللي هو باكليفت عمل علينا كذا حاجه. صح. هنلاقي ان الاخ ديفيد لويس هو هشارك في هجمات كتير، ودول 3 من خط الظهر البرازيل كانوا بيشاركوا في الحالات في الشكل ده. ودانيال ألفيش رغم ان احنا فرغنا له المحمدي عشان ما يتقدمش، ولكن شارك في معظم بناء الهجمات من تحت. فادي 3 من خط الظهر كانوا بيشاركوا هجوميا. ده احنا الانتصار بتاعنا او الضغط اللي احنا ضغطنا بيه انفسنا اداهم الفرصه الناس دي هم دول يتحركوا من تحت. في نفس سياق الحديث كان سؤالي يا كابتن ان انا لو عايز العب ب 4-4-2 او مشتقاتها 4-2-3-1 لازم يكون عندي سردباكين بيعرفوا يلعبوا كوره عشان لما نقطع الكوره يحطوا رجليهم على الكوره ويطلعوها لزميل، ودفندرين برضو زي ما حضرتك قلت على لوكاس وعلى فرناندينيو ان هم الاثنين بيعرفوا يلعبوا كوره. هل وجهه نظر حضرتك الشخصيه شايف ان مستر بوب برادلي هيكمل على طريقه 4-4-2 في ظل ان السردباكين بتوعنا اذا كان احمد حجازي او وائل جمعه او سعيد اوكا او فتح الله بيشتتوا الكره على طول ما بيوقفوش عليها، ونفس الوضع بالنسبه لحسني وحسام غالي اللي بقى بديله ابراهيم صلاح وبرضه ما قامش بالدور اللي قام بيه لوكاس او فرناندينيو؟ والله شوف يا وليد، انا شايف ان يمكن كل مباراه ليها ظروفها. وكل مباراه انا الحقيقه يمكن شايف برضه المدير الفني اللي بيفكر بشكل سليم ما يلتزمش بطريقه لعب واحده. تمام. ممكن طريقه اللعب ديت مباراه انا بلعب برازيل يبقى محتاج مثلا ان انا العب بليبرو واثنين قدام مثلا، فريق تاني بلعب مثلا مع غينيا يبقى العب ب4 حسب انا عايز ايه من المباراه ديت. وبرده في بعض المديرين الفنيين احنا شفناها يمكن برده منتخب مصر نفذها الفتره اللي فاتت الحقيقه انه ممكن يلعب باكتر من طريقه
في المباراه الواحده، جوه المباراه الواحده، حسب نتيجه المباراه، حسب انا احتياجاتي، انا لما اتاخرت في الفوز ممكن اقلب الطريقه ازاي. فدي لازم، انا مش عايز طبعا راجل مستر برادلي الحقيقه يمكن ده اول زي ما قلنا ليه قبل المباراه، مش عايزين ولا نحمله نتيجه المباراه ولا نحمل اللعيبه الموضوع ده، موضوع لان الراجل بقى له شهر وبقى له اسبوع واحد بس مع اللعيبه. لكن اعتقد ان هو الفتره اللي جايه يمكن يكون استفاد هو شخصيا، الوحيد اللي ممكن يكون استفاد النهارده. احنا قلنا استفادتنا الشناوي، استفاد فكريا يا كابتن، تقييم اللاعبين. يعني هل هو هيغير الطريقه دي؟ هو بقى هيغير اللعيبه اللي هو شايف ان هم ادوا النهارده ولا ما ادوش النهارده في اختياراته؟ ودي كل الحاجات دي هي هتبقى راجعه له هو بس وحده. استفادته هو بقى دلوقتي زي ما بيقول دلوقتي الكابتن حسن ان هو النهارده خلاص بنى ولو 25% من المستقبل. هيعمل ايه؟ هل نفس اللعيبه؟ هل ان هو هجيب ناس بفكر معين زي الاثنين اللي في نص الملعب بتوع البرازيل اللي هو فرناندو ولوكاس، الاثنين رمانه اللعب، الاثنين ميزان فريق البرازيل. ما شاء الله. هو النهارده هل محتاج اثنين بالشكل ده؟ هل محتاج توظيف اللعيبه المحمدي؟ ما اعتقدش ان هو النهارده انا ابتديت اقلب الطريقه ان انا بلعب بشكل فردي، ان انا رايح واحد ضد واحد، مان تو مان لواحد ضد واحد. ده يعني اعتقد في كره القدم ابتدى يبقى قليل قوي. انا دافع بشكل منطقه، مين اللي يجي لي انا اراقبه. مظبوط كده. كابتن حسن، اروح لحضرتك. لو بصينا على الشوط الاول تحديدا تبص تلاقي هالك، اندرسون، جوناس، برونو، سيزر، تحس ان هم لعيبه عاديه. يعني الناس وهي بتتفرج تقول الله تمام دول مش دول نجوم البرازيل، ومع ذلك هدفين والناس بتتالق وتحس ان هم بيلعبوا. انت نفسك حضرتك وانت بتتفرج قلت لنا ده الناس ما عرقتش. فعايزين نفهم الساده المشاهدين طب هم ليه كده؟ ما هم ليه كده؟ عشان هم ليهم فكر معين دلوقتي بيلعبوا بيه. يعني البرازيل طول عمرها تقول عندها ايه؟ تقول عليها دفاعها وحش وحارس مرماها وحش. لكن نص ملعبها ومهاجمينها حاجه تانية قويه جدا. هم بداوا يهتموا بالحته دي، خد بالك الناس دي بتفكر في اوقات معينه، بداوا يهتموا بالحته دي وهو خط الظهر، وان هو يلعب بطريقه دفاعيه، يامن دفاعيا وبعدين هيجيب اجوان ويبقى عنده حارس مرمى كويس. النهارده برضو بيلعبوا بنفس طريقه اللي انا دايما بمثل اقول ايه، منتخب اسبانيا اللي احنا شفناه في كاس العالم في جنوب افريقيا، وطريقه اللعب اللي بيلعب بيها، وفريق برشلونه. الكوره السهله الممتعه، الكوره السهله اللي ما تخلكش اساسا ما تلتحمش مع حد، الكوره السهله نسبه عاليه جدا. طبعا لازم تبقى نسبه الاستحواذ لدرجه ان انا بقول لك بديك بالبلدي كده. يعني مع الكابتن الخطيب بقول لك بالبلدي، بيقول لك دول بيزهقونا. ايوه صح، ويزهقوا اي فرقه تلعب قدام، بس يصدر لك توتر جوه الملعب. دي مش عارف تقطع كوره، ما بتشمش الكوره دي، بجانب ان انت ما عندكش حاسه ان انت او ميزه ان انت تقطع الكوره ازاي، حته البريس، حته الضغط. حسن الدلاله هذه الهجمه دي خليهم يجيبوها من الاول خالص. يا ريت يجيبوها من الاول خالص. ده كانت كورنر علينا، كانت كورنر علينا. وشوفوا عملوها ازاي والكونتر اتاك اتعمل ازاي. يا ريت يجيبها كابتن محمود. نجيبها بعد دلوقتي كابتن حسن. يا ريت يجيبها. سهوله التسليم والتسلل، هاتها من نص الملعب تاني لو قدر يرجعوها من عند ال 18 بتاعتنا كابتن. شوف نمره 5 استلمها كم مره وسلمها كم مره بهدوء جدا وتحت الضغط. يا ريت يجيبها. عشان كده بقول لك يا كابتن وليد، بقول لك يعني بالبلدي برضه، يعني احنا لما نيجي نتكلم مش هنتكلم بقى بمصطلحات، نتكلم بالبلدي. ايوه عشان الناس تفهم. خلي الكره هي اللي تتعب. يعني ايه الكره اللي تتعب؟ هي الكره اهي بص هو اللي استلم، اللي هو لوكاس اللي احنا معطينه احسن لعيب في المباراه، عملها. بص استلم ادي واحد، رجع تاني خدها. شوف حطها اللي جنبه، رجع تاني خدها. بص الحركه الفنيه دي صغيره كده وسلمها. وبعدين هنا بقى سرعه الاختراق. ايوه مش من هالك، مش من هالك، ده نمره 9 فتحي مغطي. ده بص قاطع منين، وبعدين وائل بيكشف الاوفسايد بعد الكره ما اتلعبت خلاص. يعني بص الكره اتلعبت هو بيعمل اوفسايد. حتى لو فتحي مش مغطي هو مش اوفسايد. لان واحنا دايما نقول في الحاجات دي كابتن هيثم ايه، يا العب على الكوره لغايه ما الحكم يصفر. يعني العب الكوره لغايه ما الحكم يصفر يا كابتن محمود. لكن انت بتعمل اوفسايد والكوره مش اوفسايد. طب ما تلعب على الكوره، حسبها الحكم اوفسايد، حسبها ما حسبهاش خلاص يبقى انت في الامان. وده اللي احنا بنتكلم عليه. مظبوط. كابتن وليد اسمح لي اسالك بقى المره دي، منتخبنا القومي النهارده كابتن خطيب وكابتن حسن شحاته بص هيعمل اوفسايد. بص دفاعي طبعا خطا من دفاع منتخب هيعمل اوفسايد. بص هو نفس الكلام اصلا مغطي بالظبط. ولكن ده ومن غير ما يكون فتحي مغطي، وائل جمعه اصلا طالع متاخر لان الكره بعد ما خرجت. ما تاخدوش انت في صدرك ليه ولا في حضنك ليه؟ ما تاخدوش في صدرك، اعملها فاول. بص انا برضو هنا بنتكلم احنا دلوقتي على خطا
وائل او خطا احمد فتحي انهم مغطين، لكن انا عايز الاستفاده الاكبر طريقه التسلم والتسليم للمنتخب البرازيلي، منتخب البرازيل واللعب في مساحه في الاخر. وعندهم بقى مين اللي بيخترق نمره 9 اللي هو ما بيلعبش راس حربه، ده واحد تاني خالص جاي من تحت. جاي من تحت. فهي احرز الهدفين، احرز هدفين وكان هيجيب الثالث والرابع. ولكن كابتن وليد، احنا خطورتنا النهارده بالنسبه لمنتخب مصر تركزت في التصويبات من مسافات بعيده لم تكن مؤثره، اللهم الا تصويبه احمد حسن وشيكابالا، يعني ما كانتش من مناطق مؤثره. ليه صعب علينا الاختراق النهارده للدفاع البرازيلي؟ هل لان مستوى المدافعين بالفعل مميز، ولا احنا كانت تنقصنا نقل الهجمه بسرعه؟ من وجهه نظري الشخصيه ان مستر بوب برادلي دايما المدير الفني بيصدر فكره للاعبين. اللاعبين لما تعرف ان انا فكر المدير الفني بتاعي هجومي، بيبتدي اللعيبه نفسها تتحرك جوه الملعب. لو انا صدرت للعيبه بتاعتي ان انا عايز ادافع، وده اللي حصل مع لعيبه منتخب مصر، اللعيبه حست انها لازم تقفل على داني ألفش، لازم نمسك هالك، لازم نرجع ورا، لازم هنلعب 4-3 في نص الملعب لما يرجع المحمدي. فبدا اللاعبين، ولاحظنا كابتن الخطيب علق على النقطه دي وكابتن حسن شحاته، ان كابتن الخطيب عايز برضو اخد من الاجابه واسال حضرتك. احنا اتغلبنا خلاص ودخل فينا جول وبقت النتيجه 1-0، طب بنلعب برضو نص ملعب وتلتين ملعب لغايه نهايه الشوط الاول. يمكن ما هو ده يمكن برضو الفكر اللي ابتدى بيه مستر برادلي، ان هو ازاي بس يامن نفسه دفاعيا كويس، ثم يعتمد على بعض المهارات اللي عندنا زي شيكابالا وزي زيدان اللي ما كانش برضو في حالته النهارده الحقيقه، مع عماد متعب، مع يجي من تحت حسني عبد ربه زي ما بيقول مثلا الكابتن حسن، احمد فتحي من ناحيه اليمين، يعني محمد ناصر برضو اول مباراه دوليه ليه كبيره جدا، ما يقدرش ان هو الحقيقه نلومه. فمعنى كده ان هو حافظ على نفسه نتيجه ان برضو دي امكانيات الحقيقه اللعيبه، وفي نفس الوقت قدرات لعيبه البرازيل مختلفه. يعني قدرات لعيبه البرازيل بيلعبوا زي ما قلت واحده واحده. بص وقف الصوره دي كده، شوف المنظر عامل ازاي، شوف كم واحد اصفر 9-1 قريبين من بعض ازاي، 9-1 بص 9 مساحه خالص، اتنقلت كوره. طبعا هنا بيجبروك بقى تشوط من بعيد، مفيش فرصه للاختراق، بيجبروك بقى زي صوت، لكن هم قريبين جدا من بعض. عكسنا احنا بقى، هذا كنا احنا هتلاقي احنا في فتاحين بيعرفوا ازاي يلعبوا من وسطنا يعني. كابتن حسن، يعني دي بتروح للمدير الفني، ان انا بقول للاعيبتي سواء وانا بحضرهم للتدريبات او انا دخلت بين الشوطين او قبل المباراه، يا جماعه تحرروا. يعني النهارده الكابتن الخطيب بيقول لك المفروض ان حسني عبد ربه يزيد، احمد فتحي يزيد، ولا شفنا حسني بيزيد، ولا شفنا فتحي بيزيد، ولا شفنا ناصر بيزيد. يعني واضح ان اللعيبه تحس انها متكتفه. كابتن وليد، انت اعطيتني خلاص الايحاء زي ما قال الكابتن محمود خطيب، انت وصلت لي فكرتك. فكرتك النهارده يا جماعه احنا مش عاوزين نخسر، ولو خسرنا ما نخسرش الا القليل، فانتوا هتلعبوا بالشكل اللي انا بقول عليه ده. تمام. عرفت حضرتك ازاي؟ وممكن يكون كلامي غلط، بس هو من خلال اللعيبه ومن خلال ادائهم الرؤيه بالنسبه لنا واضحه ان هم حتى مغلوبين وبيلعبوا برضو دفاع. من الدروس المستفاده يا كابتن حسن، الكره دي بتاعت محمدي، كمل بقى هجمه، خليهم في رجعت مثلا كمل هجمه البرازيل بقى. شوف السرعه، بص اهي الكورنر ده، بص الراجل ده مين اللي عاملها؟ بص اهو هالك لعبها طبعا. لو جت من الاول خالص هتحس دي الركنيه بعد الشوطه بتاعت محمدي وطلعت، وهيبص هتبدا من هنا. بص يا كابتن محمود، شوف بقى بص بيوقفها فين. لا شوف كم واحد بيطلعوا مع بعض. بص كم واحد بقى رايحين في كونتر اتاك بقى. بص هجمه مرتده كام، 5-3 5-3 على 2 اهو كمان. بص لعبها فين، محدش قادر يحصله. هالك لعبها في المساحه ومكانه فاضي. الدروس المستفاده بالظبط. نرجع وليد تاني، نرجع لنا تاني بالهجمه، لان انا شايف ان كمان النقطه المؤثره، اقف هنا بقى، دي النقطه المؤثره. احنا لو حد من عندنا هيشتت، لكن الراجل ده عمل ايه؟ وقف الكوره وطلعها وسلم. طلع بكام واحد ب4. بص اهو 4. هي دي التكه اللي وادي واحد قدام بقى 5-3. خلي بالك معاه الكوره ده ايه؟ كان في جوه ال 18 بتاعه بيقطع الكوره راس حربه بالظبط. رجع يعمل واجب دفاعي ونقل الهجمه وانطلق بيها. وطبعا نموذج الهجمه المرتده اقل عدد من التمريرات واقل بس عدد. هي النهارده يا كابتن هيثم، النهارده انا وصلت للاعيبتي ايه؟ انا وصلت الفكره اللي عندي للاعيبتي ايه؟ هل هيبقى في تحفظ في الهجوم؟ هيبقى بتهاجم على استحياء خوفا من ان الكره هتيجي عليك. فعشان كده احنا مغلوبين وبنلعب برضه بشكل دفاعي. لما غيرنا وعملنا تغييرات برضه، مش بالرغم ان ان غيروا كلهم اغلبهم مهاجمين. يعني وليد سليمان غير، وعندك دودي الجباس غير، وعندك عبد الله السعيد غير، واحمد حسن غير، لكن برضه بنلعب بنفس النمط الناحيه الدفاعيه، لان خلاص انا الفكره وصلت لي من بدري ومن قبل الماتش ان انا مش عاوز اخسر كتير. لان لاحظنا كمان يا كابتن حسن ان الشوط الاول الكره تيجي لشيكابالا كلنا قاعدين نقول اتحرك يا زيدان، طب روح يا يعني واضح ان في مساحات في الملعب اللعيبه مش عايزه تتحرك فيها.
انا برضو عاوز اقول لك يا كابتن وليد برضو يعني وانا ماليش ان انا اقول، لان انا قلت من الاول انا مش هتكلم في الاختيارات ولا هتكلم في التشكيله يا كابتن محمود. لكن انا النهارده زيدان لعب كام ماتش من ساعه ما عمل العمليه وقام بالسلامه مع الفريق الاول مع بروسيا دورتموند ولا مباراه ولا حتى 10 دقائق ولا ربع ساعه، وبعدين بعدت اجيبه ماشي هاته انت عشان يبقى عندك لعيبه محترفين، لكن ده ما لعبش قاعد بقاله سنه، بلاش سنه اكتر من سنه كمان، من قبل يناير وهو عامل العمليه، او بالموسم اللي فات عامل العمليه وقعد الفتره دي كلها وما لعبش مع ناديه في المانيا. والجباس كان انا النهارده بجيب معلش مثلا دودي الجباس، لكن دودي الجباس انا عارف ان هو بيلعب وهو مجتهد ورجله في الملعب، لكن انا بجيب واحد بقاله سنه ونص ما لعبش ولا ماتش، فانا اجيبه ازاي يعني؟ انا ما بتدخلش طبعا في شؤونه، وانا ماليش الحق ان انا اتدخل في شؤونه، لكن دي برضو من ضمن الحاجات اللي هي ملحوظه ان احنا لازم نتكلم فيها. بس اكيد كابتن محمود، يعني بصراحتك المعهوده مباراه النهارده افرزت عدد من اللاعبين من وجهه نظري، طبعا مش عايز اسماء عشان ما نحرجش حد، لا يصلحوا للتمثيل الدولي. هل حضرتك تتفق معايا في هذه الرؤيه ولا لحضرتك وجهه نظر؟ انا الحقيقه ما اقدرش اتفق معاك في النقطه دي. ليه؟ لان المباراه دي بتلعب فرقه كبيره، فرقه احنا قلنا من البدايه ما فيهاش يمكن نجوم بتوعهم الكبار ما جوش، تمام، ولكن الولاد اللي بيلعبوا النهارده كلهم يتراوح سنهم ما بين 22 ل 25 26 سنه. ده بالنسبه لمنتخب البرازيل. منتخب البرازيل كلهم بياملوا، كل واحد فيهم اللي جوه الملعب النهارده بتوع البرازيل عايز يلعب في كاس عالم 2014، عنده حافز ودافع، من الدوافع هو يثبت نفسه، فبيعملوا مباراه زي يعني ايه، يعني بينفذ اللي المدرب بتاعه عايزه منه، بيحاول ان هو يكون بيثبت مدربه ان هو ممكن يكون ليه مكان او يحيز ليه مكان. ده صعب الامور علينا احنا كمنتخب مصر، عكس لو النجوم موجوده. واحنا قلنا كده في البدايه، قلنا كده في البدايه هتبقى العمليه صعبه بالنسبه للاعبين الصغيرين اللي بيلعبوا اكيد. فاحنا النهارده ما اقدرش حقيقه احكم هيثم على ان احنا مين يستحق ومين ما يستحقش. انا طبعا مش عايز اقول ده لان مباراه صعبه على فرقتنا بالاداء اللي احنا شفناه دوت، وكمان الاولاد دول كلهم انت كلهم منتخب مصر، يعني مين جداد؟ محمد ناصر جديد، حجازي، شناوي، بس الباقي كله تقريبا سبق لهم وسبق اللعب، وكلهم لعيبه كويسه. والولاد اللي انا قلت اساميهم لاعبين كويسين، لكن ما اقدرش احكم عليهم مع فرقه ثقيله بالشكل ده. مظبوط. كابتن حسن، يمكن برضو واحنا بنتابع المباراه وشفنا فارق السرعات بين منتخب البرازيل ومنتخبنا القومي، لان معظم المواقف موقف 1 ضد 1، يعني هي كرة القدم 1 ضد 1، سواء انا بعمل موقف دفاعي على مهاجم او موقف هجومي على مدافع من دفاع منتخب البرازيل، كانت اغلبها كلها لصالح منتخب البرازيل. كل الكلام ده تعرف تقوله ليه؟ لان احنا لعبتنا استهلكت ايه مش قبل كده، استهلكت في المباراه. اللعيبه دي بتلعب كره سهله فعلا، بينتشروا في الملعب، ما تعبوش من الكر والفر، واحنا لعبتنا بتحاول انها تدافع، بتحاول انها تطلع الكره، بتبعد الكره عن الجون بتاعها، فاستهلكت تعبت. فهم عشان كده انت ما تحسش ان اللعيبه دي مجهده ولا اللعيبه دي كده، عشان كده هم بص انت لما تشوفوا في اي حته هم فاهمين والسهل الممتنع بالظبط. يعني احنا النهارده لو انت جبت لي الجون الاولاني هتشوف الجون الاولاني وهتشوف احنا لعبتنا خايفه قد ايه. لو انت بس يا ريت تجيب لنا الجون الاولاني وتشوف الخطا هيبقى من مين. النهارده الشناوي، يعني انا مش عاوز اقول 10 على 10 ولا 100 على 100، لكن عاوز اقول الشناوي النهارده يعني ولد يعتبر يقدر يثبت رجله بشكل كويس، لكن هو في سوري في الكلمه ممكن يبقى فيه عيب، وعيب ممكن العيب ده جاي من خلال المباراه او من خلال رهبه المباراه، وهي النهارده في كورتين وقعوا منه، في كورتين منه، واحده كانت فاول ووقعت منه لما مسكها وبعدين مسكها ثانيه، والجون الثاني الهدف الثاني هو بالشكل ده، كره ملعوبه ومعموله. شوف كام بقى كمان واحد، يا ريت الجون الثاني يجي بس نشوف الجون الاول. احنا الاول بعد ما نخلص الملخص هنروح فاصل، وبعد الفاصل فلو تشوف انت الجون الثاني وهي كره ثابته من هنا ومعموله على القريبه وبتتلعب في الجون، وبعدين هو بيمسكها وبتقع منه، وفي 4 بيعملوا فولو على الكوره. كمان شوف انت تيجي تقول لي طب اللعيبه بيتفرج ليه؟ لسبب واحد، لان التانيين مش مجهدين، التانيين مجهودهم ما زالوا محتفظين بيه، لكن برضو دي برضو خطط، يعني خطط في الكرات الثابته اكيد المدرب دربهم عليها، وبالتالي واحد بيلعب الكوره وفي 4 بيعملوا فولو على الكوره. اول ما وقعت من ايد الشناوي واحد على طول بيحطها في الجول. فدي اعزائنا المشاهدين والمتابعين مزيد من التحليل عن الهدفين اللي تم احرازهم في المباراه عن طريق اللاعب يونس، وعن بعض المواقف الهجوميه والدفاعيه بالنسبه لكلا المنتخبين، ولكن بعد هذا الفاصل فتكرموا بالبقاء معنا.